السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد معاكم النهارده وروتين جديد. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات. النهارده هنعمل مع بعض حلويات حلوة، عسل كده، سكر، شربطات. هنا بقى حطيت الاول قبل ما نبدأ الفيديو، حطيت هنا كوبايتين سكر عليهم كوباية ماء ورفعتهم على النار. خلاص، هنا بقى نبدأ الفيديو مع بعض. عندي لفة الجلاش ديت، جبتها وهقطعها. اسهل طريقه للجلاش، وشقلب وقلب وشقلب وقلب كده، واسرع طريقه. يعني العيله عايزين حاجه حلوه، قوم اعملها في ثانيه بسرعه، ما تترددش ولا تقولي ما عنديش ولسه في المطبخ ولسه غاسله المواعين مش هوسخ مواعين تاني. واخدين بالكم من الحته دي؟ عندي ما عنديش مواعين مش هوسخ المواعين. هنا الشربات خلص اول، ما كانش خلص لسه. والله انا بفتكر الفيديو معاكم دلوقتي. ما خلص. حتى عملت عصرة ليمونة وحطيت معلقة عسل كلوكوز. عسل الكلوكوز ده بيتباع عند اي عطار، ما عندكش حط عسل نحل. ورجعهم طالع على النار 5 دقايق. هنا الجلاش قطعت اهو. دهنت الصينية ديت شوية سمنة من تحت. آه، حطيت فيها شوية سمنة من تحت كده، وبعد كده اروح فردة الجلاش بتاعي فيه. الصينية ديت شفتوا الصواني المربعة اللي زي دي، الأصغر دي اللي فوق الصغيرة على طول. أنا مش فاكر مقاسها، بان 26 في 30 حاجة زي كده تقريبا. اللي ما عندهاش صينية تعمل في مقاس 24، صينية صغيرة. يعني ما تقوليش أنا هوسع عشان يبقى كتير، لا، في الأول في الآخر هي صينية جلاش. اهو حطيت الجلاش فيها وفردته. هغرقها بقى شوية سمنة كده، المهم تبقى متساوية، يعني تساويها على قد ما تقدر، عشان لما تيجي تقطعيها زي الكيكة كده هتشوفها في اخر الفيديو تبقى كلها متساوية. هي السمنة دي حطيتها بس ما لقيتهاش. السمنة دي كده مش مكفية ولا موفية كده، حسيت ان الجلاش مش هيستوي فيها. زودت سمنة كمان. هسيح شوية كمان كده واحطهم عليه. اه، ادخلهم بقى الفرن كده على نار وسط بتاع تلت ساعة او ربع ساعة. خلاص، هنا بقى جبت الكاستر هو اللي هناك ده مع كوباية لبن. حطيت 3 معالق بس، صراحة كتري كتري لان انا لقيت طعمها حلو. زودي كمان معلقة او 2، ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر. عايزة ما تحطيش بيكنج باودر ما تحطيش، بس معلقة بيكنج باودر احسن. عندك زبدة بقى حطي، ما عندكيش حطي سمنة. يعني هنا كانت المعلقة صفيحة السمنة بتخلص، فلحقت الحبة دول كده منها، وهقلبهم لحد ما السمنة تسيح. هنا الجلاش كان بدأ اهو يحمر. اروح حاطة الكاستر اللي انا دوبته في كوباية اللبن اهو مع السمنة، واروح حاطاه على اللبن على الجلاش، وادخلها تاني الفرن بقى لحد ما يجمد كده. ما تسيبيش اي حاجة. بفلوس يا جماعة، بفلوس. الحاجة غالية، ما حدش يرمي اي حاجة. هنا بقى بعد ما طلعت وبقى دي شكلها، انا الفرن بتاعي بيسوي من فوق بس، عشان كده ايه تحط تحت الشواية. اقعد بقى الف يمين الف شمال، اليمة ده احمرت زيادة عن التاني. اما بقى اللي عندهم الفرن بمروحة صراحة بيحمر الحاجة حلوة ومرة واحدة، وما بتعوزيش ان انت تقعدي تلف زي ما احنا بنقعد نلف في الصواني دي. يعني ما عندناش الفرن، يعني مش هنحلي، مش هنعمل حلويات للعيال. واتاكلت وما قالتش لا، وكانت جميلة وزي العسل. هنا بقى بعد ما بردت قلت بقى اما اقطعها كده واخد حته افتتح انا الصينيه، واقول يا مزاجي وانا قاعد لوحدي وهادي ورايق. العيال كانوا بره، فانا قلت بقى يلا يا بنت ايه، قومي افتتحي كده ودوقي وقولي رايك لنفسك، ما تستنيش راي حد في حاجتك. جربوها يا جماعه، طعمها حلو مش هتندموا. وصينيه حلوه وسهله وسريعه ومش مكلفه قوي، وكان طعمها حلو وجميلة.
وده كان الفيديو بتاعنا. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، واهم من ده كله انكم تصلوا على النبي في التعليقات بتاعتكم، ونقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم بارك لنا في اولادنا. مع السلامه، اشوفكم في فيديو جديد.